السلام عليكم الحبايب اللي بتتابعنا على طول على قناة الشعر السيد الطيب. النهاردة معاكم فيديو جديد كده من داخل المصنع. يعني لسه بسمي كده بالرحمن اهوت، وديت تاني فردة. الشغل المطلوب مني النهاردة في أسرع وقت يخلص، وفي أسرع وقت اللي أنا أنجز العمل علشان أظبط الدنيا كده وأفرد كل الشغل. يبقى أنا خلصت الشغل بتاعي ودنيتي، علشان ساعة المروح بعد العصر كده ولا الساعة 5:30 أقوم طالع أنا وشادي ده نتوكل على الله، علشان مواصلاته برضك بعيد. يلا كده بقت مع بعض ونشوف الدنيا. طبعا كده على السريع مطلوب مني الفردة دي يخلص النهارده في اسرع وقت كده، علشان ما اكونش مثلا موقف في المصنع على حاجه او واقف على حاجه او كده. يلا كده مع بعض يتابعنا يا جماعه. الناس اللي مفكره الفرد سهل، الفرد مش سهل. اهم حاجه في الفرد العيوب اللي بتنزل من الطوب الواحد يخلي باله منها. وغير كده كمان لازم وانت بتفرد تكون مؤسس تأسيس الفردة دوت صح. مش يكون مثلا عملت كذا وتلغي كذا او كده، لا لازم تأسسها صح من الاول. ولا الحمل بتاع التليفون بس مش معايا يا جماعه، علشان كده انا بصور وانا حاطط التليفون على الارضيه. انا مش عارف اعمل كاسة شاي خالص الوقت، علشان الشغل دوت مطلوب مني في اسرع وقت يخلص. يا ريت اللي بيتابعوا القناه بتاعتي محدش ينسى الاشتراك وتفعيل الجرس. الواحد لما بيكون في المصنع على واحده بيبقى مزاجه حلو وبيفرد شغل حكايه. انا حاليا بس لوحدي في المصنع يا جماعه. الإدارة كلها متجدة والدنيا تمام. الطوب لما يخلص منك او كده محطوط هنا علامات ببص عليها، مش ان انا ببص كده وخلاص. وغير كده كمان وانت بتشغل مجسر كهرباء لازم تحترس من ايدك، عشان لا قدر الله السكينه بنت حلال يعني بتقوم حزه على طول بتجيب ايد الواحد معاك. ولما يكون واحد مثلا شغال معاك هنا او واحد بيتكلم معاك وانت ماسك المجس، خليه يبعد بعيد عنك عشان ما تتسهاش معاه في الكلام، والمجس لا قدر الله يقوم جايب ايدك. ان شاء الله بكم هنوصل جميعا يا جماعه. وغير كده كمان دي ساعة ما الطوب خلص اهوت، انا ببص على العلامات. دي الحتة اللي بتطلع بعد ما تقسط من على العلايم، يعني انا بطلع حتة تستاهل بكرة شريط او اي حاجة. ما بتترميش دي يا جماعة. دي بقى انا بطلع الطوب على المكنة اهوت، ودي سيخ الحديد اللي انا بحطها فيه علشان اقفل بيه الجمار. عايزين نكبر مع بعض كده القناة بتاعتي يا جماعة، عايزين نبقى مع بعض ايد واحدة كده. الناس اللي مفكرة ان انا بطلع مثلا بدري من الشغل، ببقى مرات اطلع بدري واجي، ومرة ببقى اروح في نصاص الليالي او في متأخر. علشان كده انا بحب املك وقت بدري.
ايدك طول وانت بتفرد، ايدك طول وانت بتفرد تكون مع التوب، مش اللي انت تسيب التوب يكون مشد الجمش، علشان ساعة القص وساعة العلام القصة مش هتخش منك وانت بتقص. تجمعنا الاصول والادب عايشين للمرجله عنوان، عندنا الرجال زي الذهب بتتوزن بالجرام يا خال. اصحى المركز تدريب الرجاله، اصحى الجمهورية الموال جاي احكي عن بلد وعن ناس تشرف اي مجال. تجمعنا الاصول والادب في بلادنا معروفيه، لا نهاب ولا نخشي احد غير رب العالمين. تاريخنا مفحور في الكتب، مين اللي يعادينا مية؟ ما تقول لي يا زمن مية. بحب املك وقت بدري يا جماعه، بحب املك وقت في الشغل بدري. يا ريت الحبايب اللي بتشرفنا تتابعنا كده في القناه بتاعتي على طول. ان شاء الله بكم جميعا هنوصل. القنوات اللي على اليوتيوب دي يا جماعه مش عايزه الاستعجال، دي مش عايزه الاستعجال، ديت كل حاجه لها حاجتها. انا كنت مبسوط جوه لما كان اول فيديو 12 ليا وجاب في حدود يعني 100 مشاهده، بس كنت لسه بادئ، لكن دلوقتي الحمد لله. لكنك بتلعب كرة طول النهار واقف على رجلك، مفيش حاجة اسمها راحة. تابعونا بقى في الفيديوهات اللي جاية، وان شاء الله اللي جاي هيكون احلى من اللي عدى بكتير. بس اهم حاجة وانت بتفرد لازم تكون الفرد معاك انت مؤسسة صح، مش ان انت بتفرد كده وخلاص. انا شغال برضك، ولما باخد يوم الجمعة اجازة ببقى شغال في البيت عن يد العالم كله. وشكرا على هذا المشهد.